تبقي غلطانة لو لسه بتشتريه من بره. الحواوشي الاسكندراني تعالي نعملوه في البيت بكل بساطة وسهولة ومن غير اي تعقيدات، وهيطلع احلى من الجاهز، وكفاية بس نضافته. ويلا نشوف عملناه ازاي بكل بساطة وسهولة. معايا كيلو ونص دقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، وكيس كامل من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الملح، ومعايا كمان لتر من المية الدافية لو احنا في الشتاء، ولو في الصيف هتستخدمي مية عادية جدا. وهبدأ انزل كده واحدة واحدة بالمية بتاعتنا على العجينة، ما ننزلش بالمية مرة واحدة، تمام، واحدة واحدة، ونلم كده لحد ما تبدأ تتلم وتتعجن معانا وتبقى بالشكل ده كده. عايزين قوام العجينة يبقى طري شوية مش ناشف، تمام. وبعدين لما نلمها كده مع بعض هبتدي ازود 3 معالق كبار من الزيت، وهنا هعجن عجنة محترمة لحد ما العجينة بتاعتنا تنعم معانا. واخدت مية قد ايه؟ اخدت اللتر الا نص كوباية، تمام. وطبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. وبصوا بسم الله ما شاء الله كده، بعد ما عجننا العجينة قوامها بيكون بيلزق حاجة خفيفة كده. هدي بقى على وشها مسحة زيت خفيفة، وابتدي اغطيها بستريتش او بكيس بلاستيك واسيبها في مكان دافي تخمر. وعبال ما العجينة تخمر نحضر خلطة اللحمة. معايا نص كيلو من البصل ضربته في الكبة كده ونعمته خالص، وهبتدي اصفيه كويس قوي من المية. اهم حاجة نصفيه كويس قوي من المية. طب لو ما عندكيش كبة، ابشري البصلة عادي جدا بالمبشرة، وابتدي صفيه برضو كويس قوي من المية في مصفى كده. وفي طبق كبير هحط فيه حزمة من الكزبرة والبقدونس قطعتهم صغير قوي بالسكينة، وكمان فلفل اخضر قطعته صغير، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل احمر عادي، تمام. واحط كمان البصل اللي احنا صفيناه كويس قوي من المية، وكمان طماطمية كبيرة كده قطعتها صغير برضو، وكيلو الا ربع من اللحمة. يبقى كمية الخضار دي كافية لكيلو الا ربع من اللحمة، تمام. واحط كمان البهارات اللي مفيش ابسط منها، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود، وسبع بهارات، ومعلقة صغيرة كمان من بهارات الحواوشي وبهارات اللحمة. واللي هيدي تيست عالي قوي والسر في طعم الحواوشي ان هو يبقى احلى كمان من الجاهز، معلقة من السمنة البلدي. طب لو مفيش سمنة بلدي حطي معلقة من اللية لو انت يعني ليكي في اللية. وهقلبهم تقليبة محترمة واعجنهم كده مع بعض، وادخل كل المكونات في بعض لحد ما اللحمة كده تتجانس مع بعض. وهغطيها واسيبها في التلاجة لحد ما تريح كده حوالي 10 دقايق، تمام. وبصوا بقى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على العجينة بتاعتنا، خمرت واتضاعف حجمها يعني 3 اضعاف تقريبا. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة. انا حطيت على فكرة كيلو ونص من الدقيق عليهم كيس الخميرة اللي هو انتوا شفتوه ده، تمام. لو هتعملوا كيلو دقيق حطوا معلقة كبيرة من الخميرة. وبس كده هبتدي بقى ادي رشة دقيق لان لقيتها بتلزق، تمام. هدي رشة دقيق خفيفة وابتدي اقرصها واقطعها كده بالشكل ده لقطع قد البرتقانية الصغيرة، تمام. وهكمل الكمية كلها اقطعها، واهم حاجة ان احنا بنغطيها علشان وشها ما ينشفش. وهاخد بقى اول قطعة قطعناها ادي رشة دقيق كده على الرخامة، واحطها واديها رشة دقيق كمان من فوق. واهم حاجة ما نكترش دقيق. وبالمبينة بقى او البردلة ببتدي كده افرد فيها، او النشابة يعني اللي انت تحبيه، تمام. افرد فيها ومرقيهاش قوي، ما خليش القطعة رفيعة قوي كده، لا، نخلي لها ليها سمك زي ما انتوا شايفين كده، ما نرقهاش قوي، اهم حاجة. وهعمل كمان القطعة التانية بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم ما بنرقش قوي. وبعدين برفعهم من على الرخامة وابتدي ادي رشة دي خفيفة عشان الرغيف ما يلزقش مننا، دي مهم جدا. وبعد كده باخد بقى اللحمة بتاعتنا حوالي معلقتين كبار كده، وبالمعلقة مش بايدي، تمام. ببتدي افرد وبجد بتبقى سهلة جدا، ومن غير ما نوسخ ايدينا يعني، لا، بالمعلقة كده بكل بساطة وسهولة. وبعد كده هاخد بقى القطعة التانية اللي احنا فردناها اللي هي الوش، ابتدي احطها وابتدي بكل بساطة وسهولة زي ما انتوا شايفين كده، اقفل على الجوانب بالشكل ده. بجد الموضوع سهل ومن غير اي قلق. هاخد بقى صينية اديلها مسحة زيت محترمة، وابتدي احط رغيف الحواوشي فيها كده بالشكل ده، وابتدي ابطط بقى على الحروف بالطريقة دي كده تبطيطة خفيفة، تمام. اوسع الرغيف شوية بس عشان يبقى بالشكل ده. وبعدين هدي مسحة زيت خفيفة على وشه برضو، وبالشوكة بقى اشكشكه علشان ما يقبش في الفرن، وبرضو على فكرة بيقب وبيبقى منظره تحفة. كده جهزنا الحواوشي بتاعنا. تقدروا بقى تعملوه بكل الكمية بنفس الطريقة، او لو انتوا عايزين تدلعوه تحشوه شوية جبنة موتزاريلا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، برضو بيبقى خطير. ده بقى هنعملوه وش بيتزا، يعني هتقولوا ايه ده مش حواوشي دي بيتزا يا جماعة. بنفس الطريقة كده هقفله بعد ما حشيناه. وفي الصينية اللي مدهونة دهنة زيت، اوعوا تنسوا ان انتوا تدهنوا الصواني زيت، لازم ندهنها زيت، تمام. بحطه كده في الصينية، وكمان بدهن وشه زيت.
وبعدين بشكشكه بالشوكة، وبدي بقى على وشه رشة جبنة موتزاريلا وفلفل احمر وفلفل اخضر وزيتون، وبس كده بدخله الفرن. هعمل معاكم واحد كمان، لو انتوا بقى مالكوش في ان انتوا تحطوا اتنين على بعض وتعملوا رغيف كامل، ممكن تعملوه بالطريقة دي، بيكون سهل برضو ولذيذ. بس المرة دي هحشيه بقى ايه، جبنة مثلثات او جبنة كيري، بجد طعمها مع الحواوشي بيبقى خطير، لازم تجربوها. هبتدي بقى ايه، اجيب الطرف اللي احنا ما حطيناش عليه لحمة كده واقفل عليه، وبكل بساطة وسهولة بايديا كده وبصوابعي ابتدي اقفل والزق يعني العجينة ببعض من تحت. في صينية برضو مدهونة دهنة زيت بحطه فيها، وببتدي افرده فردة خفيفة وادهنه هو كمان زيت واشكشكه وادخله الفرن. بيدخلوا بقى على فرن عالي جدا، والنار شغالة، الشواية شغالة، والفرن شغال على اعلى درجة حرارة، وطبعا بتبقى ايدك فيها. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، شكله منفوخ في الفرن وتحفة لحد ما يستوي، وبجد ما بياخدش وقت في السوا، يعني كل رغيف بيقعد حوالي اقل من 10 دقايق وبيكون جاهز. وبصوا بقى الوش بيتزا تحفة وخطير، لازم تجربوه. وبشكر كل اللي وصل معايا لحد هنا ومكمل معايا الفيديو. يا ريت تحطلي لايك ومتابعة وتقولي رأيك في التعليقات، وبجد رأيكم بيدعمني وبيفرحني جدا. وبصوا بسم الله ما شاء الله، الوش بيتزا ومحشي جبنة موتزاريلا من جوه خطير، ده بقى في حتة تانية خالص. لازم تجربوه. واللي هو بقى السادة اللي هو رغيف حواوشي، يعني احلى بكتير من ان احنا نجيبه من بره. بجد لازم تجربوه في البيت، كفاية بس نظافته وريحته الخطير. وبصوا بسم الله ما شاء الله، اللحمة من جوه متساوية، والعجينة كمان متساوية، مفيش حتة تخينة وحتة رفيعة، لا، مظبوط 100%. وطعمه عايزة اقول لكم احلى من الجاهز بكتير بمراحل، يعني ما يتقارنش اصلا. وكمان اللي احنا حشيناه جبنة مثلثات، شوفوه من جوه جبنة سايحة وطعمها يجنن، لازم تجربوه برضو. وبس كده يا حلوين، لو عجبكم الحواوشي بطريقتي ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك ومتابعة. وبس كده، سلام.